أخيرا يا جماعة، بعد تجربة العديد من المحاكيات والكثير من الإعدادات، قدرت أشغل بيس 2017 بأعلى جودة على أي معالج ميديا تك. خليك معايا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو اليسر تك. جبت لكم النهاردة طريقة تشغيل بيس 2017 على أي معالج ميديا تك بأعلى جودة، وحل أي مشاكل بتحصل زي مشكلة الكراش أو الخروج التلقائي أو عدم عمل اللعبة. أول حاجة هتنزل لعبة بيس 2017، هسيب لكم اللينك في الوصف. لازم تنزل النسخة اللي في الوصف، هي حوالي 10 جيجا إلا ربع، أو أي نسخة كاملة علشان تشتغل معاك على المحاكي بدون أي مشاكل. أي نسخة صغيرة ممكن ما تشتغلش معاك لأنها ممكن تكون ناقصة بعض الملفات المهمة. أنا نزلت قبل كده نسخة حوالي 4 جيجا إلا ربع، بس للأسف ما اشتغلتش. لو نزلتها عن طريق تطبيق 1DM هتلاقيها في الذاكرة الداخلية داونلود 1DM كومبريسد. هتدوس على بارت 1 وتفتحوا التطبيق رار، هتفتح الفولدر وهندوس على السهم ده عشان نفك الضغط وندوس اوكي. هسيب لكم الباسورد برضو، انا هجري الفيديو عشان هياخد شوية وقت. كده خلص. هنرجع لمدير الملفات، هنلاقي عامل فولدر هنا. الملف ده برضه عايزين نفك الضغط عنه، دوس عليه تفتحه بتطبيق رار. هندوس على سهم لفوق عشان نفك الضغط وندوس اوكي. انا هجري الفيديو عشان هياخد وقت. كده خلص. بعد كده المحاكي هتنزله من القناة وتثبته. نفتح المحاكي ونليتور، دوس على allow. هينشئ بعض الملفات، انا هجري الفيديو عشان هياخد وقت. كده خلص. هندوس على الثلاث شرط اللي فوق setting. في البوكس 64 هندوس على زائد وهنعمل الاعدادات دي. اول حاجة هنخليها هنا 2، وفاست راوند خليها 2، وبيج بلوك خليها 3، وفورورد خليها 1024. وهنفعل الاوبشن ده وننزل تحت. AVX خليها 0، ماكس سي بي يو خليها 8، ويونيتي بلاير نقفلها، ويك بارير خليها 1. كده تمام، وهندوس اوكي. بعد كده هنختار بريست 1 اللي احنا لسه عاملينها. بعد كده في الفيكس كور هندوس على زائد وهنعدل فيها حاجات بسيطة. الاوبشن ده هنفعله وننزل تحت. اوبشن مونو هاكس خليها 0، والاوبشن هايد هايبر فايزور بت خليه 1. كده تمام، ندوس اوكي ونختار طبعا البريست اللي احنا لسه عاملينها وندوس صح. بعد كده هندوس على 3 شرط وندوس على كونتنتس دي اكس في كي، وهننزل هنا 1.7.2. ندوس تنزيل، ندوس كونتينيو. كده تمام. بعد كده هنروح على بوكس 64. هنا للأسف مفيش فيرجن 4.1 العادي، أنا هرفعه لكم برضو في القناة. 4.1 أنا منزله هنا. وبرضو WOW بوكس عايزين ننزل برضو 4.1 أهو. كده تمام. كده هنروح على كونتينر ندوس على زائد. أول حاجة سكرين سايز هنخليها 960 في 544. ننزل تحت
هندوس هنا على جرافيكس درايفر، هنخلي الماكس ديفايس ميموري نخليها على حسب الرامات اللي عندك. انا عندي 8 جيجا رام، هختار 8000. لو عندك اقل تختار اقل من كده، وهنسيب بقى الاختيارات زي ما هي. بعد كده دي اكس رابر، هندوس على العجلة وهنختار هنا دي اكس في كي، هنختار 1.7.2 اللي احنا نزلناها من شوية، والفريم ريت هنخليها 60 وندوس اوكي. بعد كده ننزل تحت، هنا مش هنغير حاجة. ادفانسد، هنا بوكس 64 هنختار 4.1 اللي نزلناه من شوية، وهنا البوكس 64 بريست، البريست اللي احنا عملناها بريست 1. وهنا هنفعل الاوبشن ده عشان الدراع يشتغل معايا، لازم نفعله. وهنا السي بي يو لازم نفعل كل السي بي يو كده تمام. هندوس صح وهنشغل الكونتينر allow. هنروح على اللعبة نلاقيها في الدي 1DM compressed في الفولدر ده. بعد كده فولدر بيس 2017 هنلاقي هنا السيت اب. ايوه، هنا هنثبت اللعبة فين؟ لازم تثبت اللعبة في الداونلود اللي هي عندي هنا في الدي، علشان لو حذفت الونليتور تبقى اللعبة موجودة عندك. هندوس هنا على براوز وهنروح على الدي، هنروح هنا انا عامل فولدر اسمه جيمز، اخليه يثبتها هنا. اوكي، اهو عمل فولدر باسم برو ايفوليوشن سوكر 2017. لازم يكون عندك مساحة، اللعبة هتاخد حوالي 11 جيجا. نيكست على طول، نيكست انستال. على ما يخلص هنثبت برنامجين مهمين علشان ملف السيتنج بتاع اللعبة يشتغل، واين جيكو، وندوس انستال. وفي نفس الوقت برضه هنروح نثبت البرنامج التاني واين مونو. هندوس على انستال. على فكرة هو في الأول بيعمل داونلود. أنا هجري الفيديو عشان هياخد وقت. كده خلص فينيش. شكله علق. هنفصل. هنجرب نشغل على 3.7. نثبت البرنامج واين مونو وندوس انستال. كده يشتغل ان شاء الله. كده خلص، هنطلع. في ملفات مهمة علشان تساعدك على تشغيل اللعبة وحل جميع المشاكل، زي مشكلة الشاشة البيضاء وبطء اللعبة. أنا هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف. ادي الملف، تفتحوا تطبيق رار وندوس هنا على السهم ده وندوس اوكي. والملف ده فيه إزالة الجمهور برضو علشان يسرع اللعبة. اهو الفولدر. هنحدد الملفات دي كلها وندوس كوبي.
ونرجع ونروح للعبة جيمز 2017 وهندوس بيست وهنعمل طبعا استبدال ابلاي تو اول اوفر رايت كده تمام. كده هنرجع للمحاكي، هنعدل بس هنا، هنعدل هنا البوكس. احنا عملنا 3.7 علشان نثبت مونو وجيكو، هنرجع ل4.1 وندوس صح ونشغل، وهنوصل الدراع برضو علشان ده هيساعد في تزويد الفريمات. وهنروح للعبة في الجيمز هنا 2017، نشغل ملف السيتنج، نتأكد انه اشتغل، نفتح التاسك مانجر. كده ما اشتغلش، ندوس عليه تاني، ندوس اوبن. كده ان شاء الله يشتغل. اول حاجة هنخليها فول سكرين، ونخلي ريزوليوشن 960 والكواليتي لو. بعد كده هنروح على كنترولر وندوس هنا على دايركت انبوت ونختار الدراع بتاعنا ونظبط الازرار. انا هجري الفيديو علشان الموضوع ده بسيط، اي حد يقدر يعمله. هندوس على رجوع وندوس هنا على الكيبورد وندوس انتر. كده الصفحة قفلت تمام. بعد كده هنروح على داونلود ونشغل الملف ده عشان نفعل الإضافات بتاعة تزويد الفريمات والأرضية وإزالة الجمهور، وده بيلغي الضباب أو الشاشة البيضاء. هلا نشتغل، هو بياخد وقت شوية. كده اشتغل. هنكبر الصفحة شوية، ماكسمايز. هنا نختار المكان اللي فيه اللعبة، فين؟ في ماي كمبيوتر، في الدي جيمز. هنا بيس 2017. ادي الاضافات بتاعتنا، نحددهم كلهم وندوس هنا على جنريت. كده تمام، ونقفل. الصفحة دي فتحت تاني، نقفلها برضه، كلوز. نشغل اللعبة، اوبن. تأكد انها تشتغل. كده ظهرت هنا، ان شاء الله تشتغل. ندوس على بلاي ماتش ونختار تاني واحدة اكسبيشن ماتش. تمام. هنا نختار الفريق، نظبط الاعدادات، 5 دقايق. خليها سهم لفوق عشان تبقى حالة اللعيبة كويسة، ونقفل الإصابات.
نرجع كده، هنختار الاستاد. تمام. نغير الفانيلا. تمام، في اختلاف شوية اهو، ان شاء الله تشتغل بدون مشاكل. Hello and welcome to the Estadio Urbano Caldera here in the Villa Belmiro neighbourhood of Santos. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. كده طبعا الجمهور زي ما احنا شايفين مفيش خالص. Off we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, I'm going to go for a man who probably defines the anchor midfield role, Sergio Busquets, responsible for maintaining. هنظهر اسماء اللعيبة. Either fullback moves forward, he can drop into نخليها centre بلاير back نيم. occasionally, and he gets them on the front foot with his crisp نظبط passing. الكاميرا شوية. They'll certainly be leaning heavily on him. They just couldn't get into an attacking area. Iniesta passes it through. Now it's Luis Suarez. يا الله، هدف جميل جدا. The big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are. طبعا زي ما انتم عارفين ان برنامج تسجيل الفيديو بيأثر على الفريمات، هي بتزيد فوق 40 بتوصل لحوالي 50. Finish was a mere formality. Barcelona take the early advantage. Towering header. الحمد لله. He's done well to get his head on that, but couldn't score. Barcelona didn't really deal with the wide play. It was a lovely dribble down the flank, but really they've got to double up to try and stop that. And I think with the attempted goal too, they were a little fortunate. ايه هو هياخدها. Out on top in a really physical duel. صراحة اللعبة جميلة جدا. Busquets. بيس 2017 دي ممتعة. First 10 minutes to make it 1-0. Luis Suarez. Chance. He's off on a الله عليك، هدف تاني. الله. away. And already they're looking to run away with it. Oh, beautifully dispatched. هنسرع اللعبة شوية. Well, I think two Linus keepers Beat. would have had a hard time keeping that one out. Never mind once. There was real venom in the strike and clear composure from the placement. Barcelona take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. يلا يا ميسي. Surely they'll manage one or the other. Messi. الله عليك، الله عليك. They are rampant. All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Oh, you've got to say the odds on him missing from there were very slim. Yeah, it looks simple, Peter, but it requires intelligent use of space and good understanding to pull it off. Well, he's caught him there. It's a free kick.
يلا يلا نيمار نيمار. الله عليك، الله على ارتو. ارتو جبار. Done it again. Really outwitted one-on-one. Once more, he gets the better of the keeper. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could. Not committing. طلعت. Barcelona tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. Played it short. So, another corner. طلعت تاني. And it's been taken short. Luis Suarez. Looks like ball through. Rakitic. It's a very good bad player. Terrific to watch. Luis Suarez with the ball through. حلو قطعها. اديله يا الله يا الله. هدف جميل جدا. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, He's off. He's made it three. Quite a day at the office for him. oh, this has been an immense contribution for the player. Just about to play. Irresistible. يلا ايوه نقطع الكورة يا ابني. It's oh, he's broken through. يا Stop it. كورنر دي. Best of the keeper. It wasn't much on, so it was worth the shot. It was worth a try from there. Managed to get it away. يا 5-0. Barcelona as solid as I've seen for some time. All departments are working strongly, and this could do their confidence. Power. Barcelona. لا يا ابني الكورة. First half and barring a miraculous يا ابني اقطع الكورة. They have done the job already. ولينا لينا. That's one way of trying to make things happen. Who could follow that example? It's the slipping through. Neymar. يلا ارتو. All the way up and away. You felt that was going somewhere. Have to go again. Suarez. Well positioned to make that interception. يلا يا نيمار يلا. Distance on that. This defence is يلا. very position. Just not getting too tight. They know that if they stop their keeper could be a whole lot easier. اقطع يا ابني الكورة ايوه. حلو حلو يلا يلا يلا. يلا. بعيدة. اوف سايد للأسف. To operate with a high line, it's risky if the ball's not pressed and the line is straight. Forward it goes. Real chance. الله الله. الحارس ما توقعهاش اتصدم.
final victory. It's part of the game, Peter. It has to be ridiculous. Sympathy just doesn't play a part. دي لينا يا حكم. أيوة. Sergio Busquets. يلا نيمار. يلا ارتو ارتو صدها للأسف. It's not going to trouble the keeper from there. It's so nearly came off for them. It's tremendous playing out of the park. They're not proving to be a well-handled again. 9 at the last. Well, it was far from high caliber. Peter, when you're shifting from that position, it needs to be just that, high caliber. One way to make your presence felt. In all honesty, these tormented and defense, they just can't handle it. اديله يا صدها الحارس. برا. الله هدف هدف هدف. It's the village. And we could already. Well, I wasn't expecting it to go this big, Peter. They have been superb. يا راجل في الدهالة. اديله بالهيد يا راجل. طلعت. انتهى الماتش. زي ما احنا شايفين يا جماعة، اللعبة كانت ممتعة جدا جدا وشغالة بدون مشاكل بدون تهنيك. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أنا قلتها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تشجعني نعمل فيديوهات تاني إن شاء الله، وما تنساش تدوس على زر سبسكرايب أو اشتراك علشان يوصلك إشعار بأي فيديو بنزله. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.